في دنيتنا دي مفيش ذنب بيموت ومفيش مظلمة بتعدي وبتتنسي مهما مرت السنين. بنفتكر اننا لما بندفن الحقيقة تحت التراب بنبقى خلاص نفدنا كده بجلدنا، بس بننسى ان الحساب الحقيقي دايما بيبدأ من عند القبر. النهاردة هنشوف مع بعض فيلم رعب ملوش حل بيدور حوالين سيدي وبنتها إيلا اللي شغالين في أصعب وأغرب مهنة ممكن تتخيلوها، مغسلة أموات. حياتهم كانت ماشية عادي لحد ما في يوم بتجيلهم جثة ست ميتة حالتها تصعب على الكافر وجسمها مليان جروح غريبة، ومن هنا بتفتح عليهم طاقة جهنم وبتبدأ سلسلة وفيات مرعبة لستات القرية ورا بعض في 3 أيام بس. لو عايزين تعرفوا إيه السر كملوا معانا الحلقة للآخر، وقبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا نشوف الحكاية من أولها. الفيلم بيبدأ مع سيدي وبنتها إيلا، والاتنين بيبقوا شغالين في مغسلة أموات، يعني بيغسلوا الستات الميتة. وبنشوف إيلا وهي خايفة ومرعوبة قوي لأن الست الميتة اللي قدامهم عندها جروح غريبة في كل جسمها، وفجأة عيون الست الميتة بتفتح فجأة وبتبرق لهم، وفي اللحظة دي المشهد بيقطع وبنرجع هنا فلاش باك لفترة من الزمن ورا علشان نفهم إيه اللي حصل. وبنشوف الأبطال وهم في حفلة في بيت واحدة اسمها مدام صدي، واللي بتبقى عاملة حفلة عيد ميلاد لابنها سيدي، وكل صحباتها بيبقوا حاضرين الحفلة دي، بس ملامحهم بيبقى باين عليهم الهم والتعب والمشاكل لأنه كلهم مطلقين ما عدا صاحبتهم تيري اللي ما كانتش اتجوزت أصلا. المهم الستات بيحاولوا يتبسطوا في الحفلة وينسوا همومهم، بس سيدي بتبقى ساكتة خالص طول الحفلة ومش على بعضها. وحتى وهم راجعين في السكة بنتها إيلا بتبقى عمالة تنكد عليها وتقول لها يا أمي أنا مش طايقة شغلانة غسالة الأموات دي، أنا عايزة اسيب الشغلانه دي وابقى ميك اب ارتست قد الدنيا. بس سيدي بتقعد تفهمها وتشرح لها ان الشغل ده فيه ثواب كبير جدا وليه احترامه وقيمته، ومش اي حد بيقدر يجمد قلبه ويعمل العمل الانساني ده. واول لما بيوصلوا البيت يا صديقي سيدي بتجهز نفسها وتقف علشان تصلي فرض ربنا، بس من غير سبب بيبقى بقالها كام يوم حاسه بخوف ورعب مش طبيعي ملازمها في كل مكان. وفعلا اول ما بتكبر وتبدا في الصلاه بتبقى حاسه كأن في روح او كائن ماشي وراها وبيراقبها. المهم بتخلص صلاتها وهي مرعوبة واحساسها بيبقى في محله لانهم بيعرفوا ان مدام صدي ماتت. ايوه هي الست اللي لسه راجعين من حفلتها من شوية. سيدي بتجهز نفسها بسرعة وبتتحرك علشان تغسل جثتها، بس إيلا بتبقى قاعدة في البيت في اليوم ده ومش بتروح معاها. واول لما سيدي بتوصل بيت مدام صدي بتتفاجئ وتشوف جثتها في حالة تصعب على الكافر، وباين جدا ان في حد ضربها ضرب جامد جدا، وعلامات الدم بتبقى مغرقه اماكن كتير في جسمها، ونفس الدم ده مبهدل هدومها وملايه السرير والارضيه اللي حواليها. سيدي هنا بتكتم في قلبها وبتغسل الجثه وترجع بيتها. واول لما بتدخل البيت بتلاقي بنتها إيلا وابنها عارف بيحاولوا يوقفوا ميه المطره اللي عماله تنزل وتخر من سقف البيت المكسور. إيلا هنا بتلاحظ على طول ان امها مش على بعضها وشكلها مرعوب من حاجه، وبتشوفها وهي بتحرق الهدوم بتاعت مدام صدي. إيلا بتستغرب وبتسألها يا ماما انت بتعملي ايه؟ فسيدي بتقول لها الحاجات بتاعت الناس الميتة لازم تتحرق. إيلا بتهز دماغها وبتقول لها تمام ادخلي انت ارتاحي جوه وانا هكمل بدالك. وهي بتولع في الهدوم بتلمح صورة مقطوعة، ولما بتبص عليها بتتفاجئ ان امها سيدي واقفة فيها مع مدام صدي. في الوقت ده سيدي بيحصل ليها حاجة غريبة جوه البيت، بتبقى نايمة وممددة على السرير وبتحس فجأة كأن إيلا نايمة جنبها على السرير. فبتتلفت وبتسألها انتي قفلت الباب ولا نسيتي؟ بس اما بتلف وشها علشان تشوف إيلا ما بتلاقيش اي حد وراها والسرير بيبقى فاضي. الموضوع ده بيرعبها وبيطير النوم من عينيها، وفي ثانية إيلا الحقيقية بتدخل عليها الأوضة وبتشوف منظرها. بتسألها مالك يا ماما فيكي ايه وايه اللي حصلك؟ بس سيدي بتخبي عليها وما بتقولش حاجة. وبعد شوية بتقوم وبتدخل الحمام، وأول لما بتبص في المراية بتشوف جثتها واقفة مكانها في المراية، ومن كتر الرعب بتصرخ بقى على صوتها. وطبعا الكل بيبقى نايم ومحدش بيسمعها، فبترجع تاني وبتنام في سريرها. وفي نص الليل يا صديقي بنشوف ظل مرعب وضخم داخل الأوضة عليها، وأول ما سيدي بتحس بحركة حواليها بتتخض، وقبل ما تلحق تصوت الظل المرعب ده بيهجم عليها وبيخنقها من رقبتها بكل قوته. وتاني يوم الصبح يا صديقي أول ما إيلا بتصحى من النوم بتلاقي أمها مقتولة بطريقة
بشعة والدم كان مغرق المكان حواليها في كل حتة. طبعا إيلا وعارف بيبقوا منهارين تماما بسبب موت أمهم، والمشكلة الكبيرة إن مفيش أي مغسلة أموات في القرية كلها غير سيدي وإيلا، وده معناه إن إيلا دلوقتي مضطرة إنها تغسل جثة أمها بنفسها. بيجي وقت الغسيل وإيلا بتقرب من جثة أمها وهي مكسورة علشان تبدأ تغسلها، وأول لما بتصب المية على أمها عيونها بتفتح فجأة وبتبرق لهم. إيلا لما بتشوف المنظر ما بتتخضش ولا بتخاف، وبتقرب من أمها وبتقول لها إنها لازم تستسلم لقضاء ربنا وتتقبل موتها، وبتمد إيديها وتقفل عين أمها وبتكمل الغسل. ولما بتيجي تحط عود أو حاجة تربط بيها بقها علشان يفضل مقفول، سيدي بتفتح بقها فجأة وبيبقى فيه حاجة غريبة جوه. إيلا بتمد إيديها تتفاجئ إن فيه حتة سلك حديد حامية موجودة جوه بقها، وبتقعد تسأل نفسها هو السلك ده جه منين جوه بقها. المهم إيلا بتاخد حتة السلك دي وبتخبيها معاها، وبعد ما بتخلص غسيل سيدي وكفنها جنازتها بتتم وبتندفن. إيلا بتبقى عارفة من أمها إن كل حاجة تخص الميت لازم تتحرق، وبالرغم من إنها كانت عايزة تسمع الكلام بس قلبها ما بيطوعهاش وما بتقدرش تحرق حاجة أمها وهدومها، وبتقرر إنها تغسل هدوم أمها وتحتفظ بيها. في نفس الوقت عارف أخوها بيبقى عمال ينده على أمه كأنه مش مصدق إنها ماتت. إيلا بتبقى قاعدة لوحدها في البيت، فصاحبة أمها بيجوا علشان يطمنوا عليها ويواسوها، وبيدخلوا الأوضة وبيتفاجئوا بإيلا وهي نايمة وممددة على نفس السرير اللي أمها ماتت عليه، وملاية السرير لسه متبهدلة ومليانة بدم سيدي وما اتغيرتش. إيلا بتقوم بسرعة وبتطردهم بره البيت وبتقفل الباب في وشهم ومش بترضى تجاوب على أي سؤال من أسئلتهم. إيلا في اللحظة دي بتفهم إن موت مدام سيدي وأمها ما كانش موت طبيعي، وأكيد في سر كبير ورا موتهم. على الناحية التانية صديق الستات بيبقوا قاعدين سوا وبيتكلموا في الموضوع ده، وواحدة منهم اسمها تيري بتبقى مقتنعة إن مدام سيدي وسيدي اتقتلوا على إيد بلطجية أو مجرمين، بدليل إن السراير بتاعتهم كان عليها دم ومتبهدلة قبل موتهم. ووسط ما هم قاعدين يتكلموا صباع واحدة من الستات بيتعور وبينزل دم بسبب آلة حادة كانت بتلعب بيها. بالليل أهل القرية والستات بيبقوا متجمعين كلهم في البيت، وده علشان يصلوا ويدعوا لروح سيدي إن ربنا يرحمها. إيلا بتبقى قاعدة وسطهم وحاسة بخوف مالي قلبها بالرغم من إن البيت مليان، وفجأة بتلمح قدام عينيها شبح مامتها ومدام سيدي واقفين قدامها وهي بتصلي، وفي نفس اللحظة النور بيقطع فإيلا بتصرخ من الخضة. الشيخ بيقعد يهدي الناس وبيقول لهم هاتوا شمع علشان نكمل الصلاة والدعاء على ضوء الشموع، وأول ما بيبدأوا يصلوا تاني النور بيرجع فجأة. وهنا إيلا بتتصدم لأنها بتشوف شبح تالت واقف مع شبح أمها ومدام سيدي، والشبح ده بيبقى الست من صحبات أمها، بس الست دي بتبقى لسه عايشة وسطهم وفي القعدة وما ماتتش أصلا. إيلا بتتعب نفسيا جدا وبتفهم إن الدور الجاي على الست دي، وبعد ما الصلاة والدعاء بيخلصوا إيلا بترجع على بيتها، وأول لما بتوصل شبح أمها بيبدأ يطاردها، وبتشوف أمها وهي واقفة بتصلي بالرغم من إنها بتبقى عارفة إن أمها ماتت خلاص. إيلا بتقرر إنها تصلي هي كمان لأنها بتبقى خايفة جدا، وبمجرد ما بتيجي تقف جنب الدولاب علشان تبدأ الصلاة بتلاقي حاجة حادة جدا دخلت في رجليها وشكتها، ولما بتمسك الحاجة دي وتطلعها علشان تشوف هي إيه بتتفاجئ إنها نفس حتة سلك الحديد الحامية اللي طلعتها من بق أمها قبل كده. ووسط ما هي واقفة بتبص لحتة السلك دي ومستغربة في حد بيهجم عليها من ورا ويكتم بقها جامد لدرجة إنها ما بتكونش قادرة تصوت. المشهد هنا بيقطع وبننتقل للست اللي إيلا لسه شايفة شبحها في القعدة من شوية. الست بتبقى قاعدة في بيتها بتتكلم وبتدردش مع ابنها، وفجأة بيسمعوا صوت غريب جاي من الأوضة جوه كأن باب الدولاب بيتفتح وبيتقفل. فالست بتقوم وبتدخل الأوضة علشان تتأكد وتشوف في إيه بالظبط، بس ما بتلاقيش أي حد هناك. ولما بتحاول تفتح ضلفة الدولاب بتلاقيها زي ما بتكون مقفولة بجنزير ومش بتبقى راضية تفتح معاها. الست بتسيب الدولاب وبتلف علشان تخرج من الأوضة، وفي اللحظة دي باب الدولاب بيتفتح لوحده بطريقة تخوف. الست بتبدأ تحس إن اللي بيحصل ده غريب ومش مريح خالص، وابنها اللي قاعد بره بيبقى هو كمان ملاحظ ومتابع الحركات الغريبة دي. الست بترجع للدولاب تاني وبتفتحه، وأول لما بتمد إيديها وتحرك الهدوم على جنب علشان تدور على حاجة فجأة بتخرج إيدين مرعبة من وسط الهدوم وبتهجم عليها وبتخنقها
بتخنقها لحد ما بتموتها. ابنها بيبقى واقف وشايف امه وهي بتموت قدام عينيه والدم عمال ينزل من بقها. القرية كلها بتبدأ تقلق بعد ما بيسمعوا عن 3 وفيات ل3 ستات في 3 ايام ورا بعض، وطبعا الشرطة بتوصل للمكان علشان تحقق. وبما ان الستات ال3 اللي ماتوا دول كانوا صحاب قريبين جدا من بعض، فالشرطة بتشك ان في سر غامض ومشترك ورا سلسلة الوفيات دي. بس المفاجأة ان ابن الست اللي لسه ميتة بيرفض تماما ان الشرطة تعمل اي تحقيق او تشريح، لانه بيبقى شاف موت امه بعينه وعارف ان الموضوع وراه قوة خفية. وبيقول لضابط الشرطة ان مفيش اي حاجة مش طبيعية او جنائية تستدعي ان هو يقدم شكوى او بلاغ، وكل اللي بيطلبوا من اهل القرية انهم يجيبوا إيلا هنا باي طريقة علشان تغسل جثة امها وبعدها يدفنوها وتستريح. وفي الوقت ده إيلا بتبقى نايمة في بيتها وبتعرف باللي جرى للست، وما بتبقاش عايزة تروح تغسلها ولا تخرج من بيتها خالص، بالرغم من ان ناس كتير من القرية جم لحد عندها وقعدوا يندهوا عليها. وحتى لما صاحبتها القريبة بتدخل لها الأوضة علشان تاخدها معاها، إيلا بتتعصب عليها وبتقول لها انا مش هخرج بره بيتي، وبتروح وبتنام على سريرها. وفي اللحظة دي وهي ممددة بتتلفت حواليها وبتشوف شبح الست اللي لسه ميتة وقفلها جوه الأوضة. الست الميتة بتقول لإيلا ساعديني، وأول لما إيلا بتسمع صوتها عيونها بتتفتح فجأة وبتتخض. في نفس الوقت بيبقى فيه خبط ورزع على الباب بره، وبيطلع أخوها عارف هو اللي بيخبط، وبيقول لها ابن الست اللي ماتت جه بنفسه بره ومصمم ياخدك علشان تغسلي أمه. في اللحظة دي إيلا بتوافق وبتقرر إنها تروح معاه علشان تغسل أمه، وبتقف قدام الجثة وبتبدأ تجهز المية علشان تغسلها. وبتلاحظ إن جسم الست مليان بقع غريب لونها أحمر في أزرق مخلية شكل الجثة مرعب جدا. ولما بتصب عليها المية لأول مرة الجثة بتقعد فجأة وبتضربها في بطنها بكل قوتها. إيلا بتموت من الرعب بس بتجمد قلبها وبتقرب تنام بجسمها فوق الجثة، وبتبص على بطنها بتركيز وبتتفاجئ إن في حتة سلك حديد طويل جدا مغروز جوه بطنها. السلكة دي تبقى هي اللي طلعت من بق أمها. إيلا بتحط السلك على جنب وبترجع تكمل غسيل الجثة من تاني، وطول ما هي شغالة الجثة عمالة تفتح عينيها وتقفلها. وبعد ما بتخلص شغلها وتكفنها صوت الست الميتة بيفضل يهمس في ودن إيلا وهي بتقول ساعديني. من كل الحاجات البشعة اللي إيلا شافتها في الكام يوم دول بدأت تبصم بالعشرة إن الوفيات ال3 اللي حصلوا ورا بعض وراهم سبب مشترك. فبتروح تاني يوم لابن الست اللي لسه ميتة دي وبتقعد معاه وبتحكي له على كل حاجة شافتها، وبتفهمه إن موت أمه وصحابها ما كانش موتة طبيعية. الولد بيبص لها بحزن وبيقول لها انا عارف ومتأكد، انا شفت بعيني اللي حصل لامي وهي بتموت. اول لما فتحت الدولاب اليوم ده طلعت ايدين مرعبين من جوه، وامي اول لما شافتهم صرخت وقالت اسم نور. الكلام ده بيبين ان واحدة اسمها نور ليها علاقة بالوفيات ال3. الولد بيقوم وبيجيب صورة قديمة وبيوريها لإيلا، والصورة دي بيبقى واقف فيها الستات كلهم ومعاهم امها سيدي، وواقفة وسطهم كمان الست اللي اسمها نور. إيلا بتبدأ تجمع الخيوط في دماغها وبتتأكد ان نور هي حلقة الوصل في المصيبة دي. بس السؤال اللي كان هيجننها ازاي نور بتعمل كل ده وهي اصلا ميتة ومن زمان. إيلا بتاخد بعضها وبتروح تربط مدام صدي الست الاولانية اللي ماتت، وبتبدأ تحفر القبر وبتفتح الكفن عليها. واول لما بتكشف الجثة بتتفاجئ بنفس السلك الحديد الطويل مغروس في رجليها، وهي نفس السلكة اللي لقتها في بق امها وفي بطن الست التالتة. الموقف ده بيخليها تتأكد ان مدام صدي ماتت بنفس الطريقة البشعة اللي ماتت بيها امها والست التانية. ووسط ما هي غرقانة في افكارها فجأة بتحس كأن التراب كلها اتقلبت وان في جثث كتيرة عمالة تتجمع حواليها. الموضوع ده بيرعبها فبتهرب من المكان من كتر الخوف ومن اللخبطة اللي هي فيها. بتسيب قبر مدام صدي مفتوح ومش بتغطيه، وتاني يوم الصبح الخبر بيتنشر في القرية زي النار في القش. وفي نفس الوقت بنشوف إيلا وهي جوه بيت مدام صدي، وكانت عمالة تفتش وتقلب في المكان علشان تدور وتجمع اي ادلة، وكان كل همها تتأكد ان كان نور هي اللي ورا المصايب دي كلها، ولو طلعت نور فعلا فايه الرابط اللي ما بينهم. ووسط ما هي بتدور بتلاقي صور قديمة لنور وهي متصورة مامتها وصاحبتها. وفي اللحظة دي بتدخل عليها تيري صاحبة مامتها ومدام صدي اللي بتبقى لسه سنجل ومتجوزتش. إيلا بتستغل الفرصة وبتسألها عن نور، بس تيري اول لما بتسمع الاسم بتتصدم وبيجيلها حالة هلع وبتقعد تصرخ وتخربش وشها، وبتقول لإيلا ان نور دي تبقى الشر بيتحرك وياك تفكري فيها او تجيبي سيرتها. واول لما بتقول الكلمتين دول تسيبها وبتجري بره البيت. وبعد فترة قصيرة
صغيرة جدا تيري بتدخل المكان لإيلا تاني، بس الغريب انها بتبقى هادية وطبيعية وبتتصرف كأنها مش دارية باللي حصل من شوية ولا كأنها شافت إيلا اصلا. وده بيبين ان تيري اللي شفناها الاول ما كانتش تيري الحقيقية، يا اما كانت روح تانية او شبح متمثل في صورتها. على الناحية التانية في البيت، عارف اخو إيلا بيبقى بيفتش تحت السرير وبيلاقي الفاس والأداة اللي إيلا استخدمتها بالليل علشان تحفر وتفتح بيها القبر، فبيمسك الفاس وبيروح لإيلا وبيواجهها، فإيلا بتعترف له باللي حصل. فعارف بيبدأ يزعق لها وبيقول لها اللي عملتيه ده غلط وما كانش ينفع تعتدي على حرمة الأموات. إيلا بتطلع حتة السلك الحديد الحادة اللي لسه مطلعاها من قبر مدام صدي وبتوريها له، وبتقول له انا لقيت نفس السلكة دي بالملي في بق امنا وفي بطن صاحبتها التانية، وده معناه ان التلاتة بينهم رابط مشترك. وبتقول له انا بقيت متأكدة ان الستات دول كلهم ماتوا بسبب ذنب او دين قديم. وبنشوف تيري الحقيقة وهي واقفة مستخبية ورا الباب بره وبتبقى سامعة كل كلمة اتقالت، فبتنشر الكلام ده وسط ستات البلد، وكل ستات البلد بيبدأ يركبهم الرعب والخوف من فكرة ان ستات القرية عمالين يموتوا ورا بعض بسبب ذنب قديم او دين قديم، وان الذنب ده كله سببه واصله بيبقى ست اسمها نور. ومن كلام وحكاوي ستات القرية لبعض بنبدأ نعرف مين هي نور دي. الستات بيقولوا ان نور كانت ست جوزها مات، وبعد ما بقت وحيدة وعايشة بطولها بدأت تلف وتجذب رجالة القرية ليها وتوقعهم في حبها، وده اللي خلى ستات البلد كلهم ينقلبوا عليها ويتجمعوا ويطردوها بره القرية كلها. وتيري بتبقى قاعدة تحكي كل القصة دي لصاحبة إيلا واللي بيبقى اسمها ريتا. ريتا بتبص للستات دول كلهم وبتقول لهم ان لو رجالة القرية بيمشوا ورا ست زي دي فالعيب مش عليها، العيب يبقى على الرجالة نفسهم اللي عيونهم فارغة. واول لما إيلا بتعرف ان الحكاية بقت على كل لسان وان الخبر اتنشر في البلد كلها، بتروح لتيري وهي قايدة نار وبتزعق لها وبتقول لها انا عارفة متأكدة انك انت اللي نشرت الكلام ده في القرية كلها، وايه اللي كان يخليكي تعملي كده وتفضحي الدنيا. ووسط ما هم عمالين يتخانقوا وبيشدوا مع بعض بيوصل ضباط الشرطة اللي كانوا معديين من السكة بالصدفة وبيقربوا من إيلا وبيقولوا لها بصي يا إيلا، كل الكلام واللت اللي بيتقال ده غلط وملوش أي أساس من الصحة. نور دي اتقتلت من سنين طويلة وماتت وشبعت موت وملهاش أي علاقة بالوفيات التلاتة، فشيلي اسم نور من دماغك خالص وما تدخلهاش في الحكايات دي. بس كلامك صح في إن الوفيات التلاتة دول وراهم سر خطير جدا. والظابط بيكمل كلامه بيقول لإيلا إن لو وصلت لك أي معلومة جديدة أو عرفت أي حاجة بخصوص الموضوع ده لازم تيجي وتبلغينا أول بأول. وبعد ما ضباط الشرطة بيمشوا من المكان، إيلا بتلاحظ إن حالة تيري بتبدأ تتدهور وبيجيلها زي تشنجات، وبدأت تتقمص حركات وشخصية روح نور، واتكلمت بلسان روح نور وقالت الستات دول كلهم اتجمعوا عليا وظلموني واتهموني الكذب وزور إني بسرق رجالتهم وبخرب بيوتهم بالرغم من إني ما عملتش أي حاجة من دي خالص. وفي نفس اللحظة إيلا بتشوف خيالات الستات الميتين بيبقوا حاضرين في المكان حتى بعد ما ماتوا واندفنوا، وكانوا بيتهموا نور بنفس التهمة وبيهاجموها. إيلا بتبقى واقفة في نص المكان ومحتارة من كتر اللي بتسمعه وبتشوفه، بس في نفس الوقت بتبقى قدرت تكشف جزء كبير من اللغز. وبعد شوية أول ما تيري بتهدى وحالتها بترجع طبيعية، إيلا بتسيبها وبترجع على بيتها. وأول لما بتدخل بتقعد وتفرش صور نور على السرير وتجمع جنبهم حتت السلك الحديد اللي لقتها في جثث الستات الميتين وعمالة تربط الخيوط ببعضها. أخوها عارف أول لما بيشوفها بالمنظر ده بيتعصب جدا وبيحذرها من اللي هي بتعمله ده، بس إيلا بتبصله وبتقوله لا أنا مش هقف ومش هسكت، في حد قتل أمنا وأنا مش ههدى غير لما أجيب حقها. الدنيا هنا بتضلم وإيلا بتروح لسريرها علشان تنام، وبنشوف نفس الظل المرعب اللي خنق سيدي والستات التانيين بيبدأ يظهر في الأوضة وبيقرب من إيلا هي كمان وبيهجم على إيلا وبيكتم نفسها لحد ما بتموت. بعدها بنشوف جنازة إيلا وأول لما بيدفنوها بترجع لوعيها تاني وبتفوق في الضلمة وسط التراب، وبعدها بتصحى وهي مخضوضة وبتقوم تجري زي المجنونة وبتروح على بيت صاحبتها، وهناك بتلاقي الأرضية متكسرة وفيها حاجات مستخبية، ولما بتقرب بتلاقي صور قديمة لكل الستات اللي عمالين يموتوا ورا بعض دول. والصدمة ان الصور دي كان ملزوق في ظهرها خصلات شعر زي ما يكون عمل او سحر اسود معمول للستات دول عن طريق صورهم. واول لما إيلا بتشوف المنظر ده بتفهم كل حاجة وبتعرف ان ريتا صاحبتها تبقى بنت نور الست اللي ماتت وظلموها زمان. إيلا بتاخد بعضها وبتجري بسرعة على بيت تيري علشان تلحق تنقذها، بس على الناحية التانية بنشوف تيري وهي بتتلبس وروح نور بتهجم عليها
وبتخنقها من رقبتها. ومش بس كده، دي بتغرس حتة سلك حديد طويلة جوه عينيها. إلى أول لما بتوصل بكتيري بتشوفها وهي قاعدة وما بتبقاش عارفة إن دي روحها، وفجأة بتبدأ تشوف أشباح كل الستات اللي ماتوا، وبتعرف إن ريتا بتبقى ملبوسة. ولما بتدخل بتلاقي جثتها وما كانتش تعرف أصلا إنها ماتت. إلى بتحضر نفسها علشان تغسل الجثة، وأول لما بتدخل الجثة بتقف فجأة والسلك الحديد طويل بيبدأ يخرج من جسمها. إلى بتحس كأن السلك اللي خارج من الجثة ده بيلف حوالين جسمها ورقبتها وبيخنقها، وبتحس بوجع رهيب في كل حتة في جسمها، وبتقع على الأرض وهي بتتلوى وبتصرخ من شدة الوجع. وفي نفس الوقت الضابط الشرطة بيعرف بموت الست الرابعة فبيروح لبيتها على طول. وأول لما بيدخل الأوضة بيلاقي إيلا واقع على الأرض وعمالة تتألم بشكل يقطع القلب. بس الغريب إن إيلا أول لما بتلمح الضابط بتقف فجأة على رجليها وبتبقى طبيعية جدا كأن ما كانش فيه أي حاجة من ثانية واحدة. في الوقت ده أهل المنطقة والقرية كلهم بيبقوا اتجمعوا بره وجوه البيت بعد الحادثة الجديدة، وريتا بتبقى وسطهم. وإيلا أول لما بتلمحها بتشاور عليها قدام الضابط الشرطة، والناس كلها بتصرخ وبتقول البنت دي هي السبب ورا موت الستات دول كلهم، دي تبقى بنت نور وجاية تنتقم لأمها. ريتا ما بتقفش تدافع عن نفسها ولا بتنكر، دي بتقرب من إيلا بكل هدوء وبتحضنها جامد وبتقول لها الجريمة دي جريمتهم هما والذنب ذنبهم، وانت مش محتاجة تشيلي ذنبهم ولا تشيلي قضيتهم على راسك وتتعذبي بيها. وبعد ما بتقول الكلمتين دول بتسيب المكان وبتمشي. إيلا بتبقى واقفة ومبرقة ومش فاهمة ايه اللي ريتا تقصده بالظبط من كلامها ده. بس بعد ما ريتا بتمشي وبتسيب المكان كل الستات الموجودين بيبدأوا يحسوا بوجع وعذاب رهيب في جسمهم، وبيقعدوا يتلووا على الأرض كأن ريتا لبستهم كلهم أو رمت عليهم من لعنة. في اللحظة دي الكل بيفهم وبيستوعب إن كل اللي بيجرى لهم ده سببه ريتا وأعمالها، وعلشان كده الستات بيروحوا بيت ريتا ويهجموا عليها ويجروها من شعرها ويطلعوها بره البيت في وسط الشارع. وأول لما بتطلع بتصرخ في وشهم وبتقول لهم انتوا بتاخدوا عقابكم وجزائكم على الظلم والعذاب اللي تسببتوا فيه لأمي زمان. وهنا المشهد بيتنقل لفلاش باك من الماضي وبيكشف الحقيقة كاملة والظلم اللي اتعرضت له نور. في الحقيقة رجالة الستات دول كلهم يعني جوز سيدي وجوز مدام صدي وباقي الشلة كانوا هيموتوا على نور وعيونهم فارغة وعمالين يجروا وراها. فالستات دول ما بقوش مالكين نفسهم ولا عارفين يسيطروا على رجالتهم، والرجالة سابوهم فعلا. وبدل ما الستات يعاقبوا رجالتهم او يلوموهم حطوا غلهم كله في نور وشدوها وسحبوها بره بيتها وربطوها بسلك حديد حامي جدا وعذبوها وموتوها في ايديهم. وسيدي ومدام صدي وباقي الستات اللي ماتوا في الكام يوم اللي فاتوا دول كانوا هم اول الناس لهم ذنب في تعذيب نور وموتها، وعلشان كده روح نور رجعت تقتلهم وكانت بتسيب سلك الحديد في جثتهم كعلامة لانها هي نفسها اتقتلت واتعذبت بنفس السلك ده. المشهد بيرجع تاني للحاضر وبنشوف ريتا وهي بتتكلم مع الكل بكل غل وحرقة وبتقول للستات كلهم انا ما كنتش قادرة اخد حق امي وانا عايشة، بس الحمد لله ان امي رجعت بعد موتها واخدت حقها وطارها منكم كلكم وربطكم. الستات اول لما بيسمعوا الكلام ده الغضب بيعميهم وبيهجموا على ريتا وبينزلوا فيها ضرب من تاني. إيلا بتبقى واقفة بعيد وبتتفرج عليهم وهم بيضربوها، وفجأة بيظهر لها شبح امها السيدي وبيطلب منها تتدخل وتوقف المهزلة دي على طول. فإيلا بتبقى عارفة ومقتنعة ان كل اللي بيحصل ده غلط وان قتل ريتا مش هيصلح حاجة ولا هيوقف اللعنة، فبتجري وبتدخل وسطهم علشان تحوش عن ريتا وتوقف الستات دول. بس الستات من كتر الغل بيبدأوا يضربوا إيلا هي كمان مع ريتا وما بيرحموش حد. عارف اخو إيلا اول لما بيشوف اخته بتنضرب بيدخل بقلب جامد علشان ينقذها ويحميها، بس للأسف واحدة من الستات بتضربه بشومة او عصاية تقيلة على دماغه وبيقع في ساعتها وبيموت. واول ما عارف بيموت وبيقطع النفس الستات كلهم بيفوقوا لنفسهم وبيستوعبوا ان اللي كانوا بيعملوه ده غلط كبير جدا، بس للأسف كان الوقت فات وفي شاب بريء ضاع في الرجلين. وبعد شوية صغيرين بنكتشف ان ريتا هي كمان ماتت من كتر الضرب. إيلا بتبقى قاعدة بطولها في المكان ودموعها مغرقة وشها وعمالة تصرخ وتبكي بحرقة لانها ما قدرتش تنقذ ريتا، وفوق كل ده خسرت اخوها وسندها في المهزلة دي. المشهد بيقطع وبيمر وقت وبنشوف إيلا وهي لسه مكملة في شغلها كمغسلة اموات وبتغسل الستات الميتة. والنهاردة وهي بتغسل جثة واحدة من ستات القرية بتتفاجئ وبتلاقي دبوس مكتب او مسمار صغير مغروس في جسم الميتة. وهنا إيلا بتفهم وتتأكد ان الست دي كمان حلت عليها اللعنة واللي لعنتها بتبقى روح ريتا، لان ريتا بعد ما ماتت وبقت روح بدأت تاخد
تضطرها وتنتقم لامها ولنفسها من الستات اللي قتلوها. والسبب في الدبابيس دي ان الستات زمان كانوا بيضربوا ريتا بحبل او كرباج مليان دبابيس حامية، فعلشان كده ريتا بتموتهم وبتسيب الدبابيس في جثتهم كعلامة على انتقامها. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك بقى وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. نسيت اقول لكم عندي قناة تانية كده بعمل عليها قصص رعب جدا جدا جدا، اللي بيخاف ما يروحش، لكن اللي قلبه جامد بقى وبيحب افلام الرعب مستنيكوا على القناة اسمها قناة افلام المزاجنجية. مستنيكوا حبايبي، واشوف وشكم بخير في فيديو جديد وفيلم جديد. سلام.